اخواتي بقى، قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي. الوقت طلب مني واحد ميلك تشيك لوتس، حاجه كده عظمه. تعالى ما نتعلمه مع بعض ونشوف بيتعمل ازاي علشان نعمله في البيت لينا ولحبايبنا. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط فيه 3 بولات من الايس كريم الفانيليا. بعد كده هنجيب زبده اللوتس، ومش لازم نجيب الاحجام الكبيره، ممكن نجيب الحجم الصغير. جبنا زبده اللوتس وحطينا فيه معلقه زبده لوتس من المعلقه اللي انتوا شايفينها. بعد كده هنقوم نازلين ببسكوت من اللوتس، مش شرط برضو بسكوت من اللوتس، ممكن اي بسكوت عادي. تمام. بعد كده هنقوم حاطين نص كوبايه لبن. حلو قوي. بعد ما حطينا نص كوبايه اللبن هنقوم مغطين كده وسايبينه يتضرب لمده 15 ثانيه او 10 ثواني، علشان يعني ما نكترش الضرب كده فيه علشان ما يحلش معانا. دلوقتي هوريكم القوام بتاع الميلك تشيك لوتس عامل ازاي. حاجه كده عظمه قوي. لو جالنا ضيوف ولو جالنا حبايب، اي حبيب لينا نقدر نعمله الميلك تشيك لوتس. بعد كده هنجيب